أنا عملت أسوأ فكرة ديزاين ممكنة. أيوه زي ما سمعت كده، أنا عملت أسوأ فكرة ديزاين، وده ببساطة لأني مكنتش لاقي أي أفكار، ولما دورت عرفت إن ده اسمه كرياتيف بلوك. بس ما يئستش وفضلت أدور لحد ما لقيت الحل. والحل عبارة عن 7 أفكار عشان تلاقي أفكار، وبعد ما جربتهم دماغي حرفيا اتحولت لمكنة بتطلع ملايين الأفكار في اليوم الواحد. مش بس كده، ده بيفيض منهم لتاني يوم. فلو عايز تعرف ايه هما ال7 أفكار اتفرج على الفيديو للآخر، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وانزل بالانترو. أنا مصمم مش ماشي قبل ما الطريقة الأولى واللي هي عبارة عن سؤال من كلمتين what if أو ماذا لو، وبتحاول إنك تخلق موقف من الصعب جدا إنه يحصل، ومن هنا بتطلع الفكرة. زي مثلا ماذا لو في برجر جه من الفضاء، وده السؤال اللي خلى فيه فكرة براند كبير زي وهمي برجر. أو ماذا لو البشر قدروا إنهم يتواصلوا مع بعض عن بعد، ومن هنا بدأت اختراعات زي التليفون والسوشيال ميديا عامة. وهكذا بتفضل تسأل وتخلي السيناريوهات والكرياتيفيتي هي اللي تحرك. الطريقة دي بتستخدمها لو معاك بريف من العميل، أو لو بتعمل شغل وهمي ممكن تروح على موقع بريفنا وتطلب منه إنه يعملك بريف في المجال اللي أنت عايزه. بعد كده بتاخد البريف وتبدأ تعمل هايلايت على الكلمات المهمة بس، ومنها تقدر إنك تبني الفكرة بتاعتك. وعلى سبيل المثال هنجيب البريف ده، أول حاجة هنعمل هايلايت على إنه متجر بيع منتجات إلكترونية، وتاني حاجة إنه عايز يعمل تصميم لأحدث الأجهزة اللي عنده. وتاخد بالك إنك لازم توضح إن في ضمان على كل المنتجات وإمكانية ترجيع خلال 30 يوم، والمكان هو سوريا. فممكن من خلال الكيوردز اللي معاك اللي هي أحدث أجهزة، ضمان، إمكانية ترجيع، سوريا، ومن هنا تبدأ تبني الديزاين بتاعك. مثلا الخلفية هتبقى عبارة عن معلم من معالم البلد، وهيبقى في النص فيه جهاز موبايل مكتوب عليه اللوجو، وحوالين منه فيه المنتجات محطوطة في مربعات إزاز شفافة. ممكن تكتب الضمان وإمكانية الترجيع في صورة ريسيت بتاع الدفع من فوق. Random Word Association، وده ببساطة عبارة عن تمرين كرياتيفيتي بسيط. كل فكرته انك هتجيب كلمتين ملهمش اي علاقة ببعض، وهتحاول انك تربط ما بينهم بأي طريقة ممكنة، وده هيساعدك بشكل كبير جدا انك تلاقي افكار. يعني مثلا عايز تعمل ديزاين لشركة ساعات، فأول كلمة هتبقى ساعة، والكلمة التانية مثلا هتبقى صحراء. وهنبدأ أول حاجة بكلمة ساعة، وتبدأ تكتب تحتها أي حاجة دي في دماغك، زي مثلا وقت، منبه، سمارت ووتش، عقارب. ونروح دلوقتي على الكلمة التانية وهي صحراء، وتكتب أي حاجة بتيجي في دماغك لما بتسمع كلمة صحراء، مثلا رياح، صبار، جمل، حيوانات، وهكذا. وبعد ما نخلص البرين ستورمنج اللي عملناه، هنبدأ نحاول نعمل كونكشن ما بينهم بناء على الكلمات اللي طلعناها. مثلا هنا لاحظت إن من الحيوانات اللي موجودة في الصحراء هي العقارب، فممكن مثلا نجيب صورة ساعة ونحط مكان العقارب بتاعة الساعة عقارب حقيقية. وهيبقى الهدف من الديزاين ده إنه يوصل فكرة إن الساعة قوية وتقدر تستحمل معاك حتى لو أنت في الصحراء. فده كان مثال بسيط. أنت كمان تقدر تعمل التمرين ده كل يوم، وهيساعدك جدا إنك تزود الإبداع عندك. وممكن مثلا تستعين بال AI عشان يساعدك في إنك تلاقي الكلمات اللي هتعمل بينهم كونكشن. طيب لو أنت مثلا الطرق اللي فاتت دول ما ظبطوش معاك قوي، فما قدامكش غير إنك تسأل شات جي بي تي. أيوه زي ما بقولك كده، وخليك صريح معاه، قوله انك مش لاقي افكار وعايز افكار اعمل بيها التصميم ده. هتلاقيه قالك على افكار كتير. ولو لسه محتار تعمل انهي فكرة، ممكن تطلب منه انه يكتب لك الافكار دي في صورة برومت احترافي، وتاخدهم وتروح على مواقع الاي اي بتاعة الديزاين. وافضل موقعين موجودين بشكل مجاني هما ImageGFX وليوناردو. بالمناسبة عملنا عنه فيديو، ممكن تشوفه من فوق بعد ما نخلص. ودلوقتي هيبقى قدامك الافكار كلها معمولة في ديزاينات مبدئية، ممكن انك تختار منهم اللي يعجبك عشان تنفذه. مايند ماب، والطريقة دي فكرتها ببساطة انك بتحط عنوان للحاجة اللي عايز تعملها، وليكن مثلا عايز اعمل ديزاين سوشيال ميديا لبراند قهوة. هبدأ اكتب كلمة قهوة في النص، وابدأ اطلع اسهم واكتب افكار، واكتب مهما كانت الافكار دي عشوائية. وبعد ما اكون عصرت دماغي خالص، هجمع كل الافكار اللي شبه بعضها في نفس الكاتيجوري، وابدأ ان استبعد الافكار واحدة واحدة.
وده بيبقى على حسب حاجات كتير، منها ان الفكرة مش هتبقى ماشية مع التارجت اودينس او انها اتعملت كتير قبل كده وهكذا. وفي الاخر هتلاقي انك طلعت ب3 4 افكار وممكن انك تبدأ تنفذهم على طول. طيب لو بعد كل ده ملقتش افكار برضو، فالحل الوحيد دلوقتي كده انك تسرق. ايوه زي ما سمعت، هتسرق، بس حاول ما تبينش ده. من الاخر تتخلص من الادله اللي وراك. على سبيل المثال الديزاين ده انا مفيش حاجه فيه مش سارقها. عندك مثلا الاطار اللي على شكل جذع شجره ده اخدته من الديزاين ده، والبرميل اللي محطوط عليه المنتج اخدته من ديزاين كنت عامله قبل كده. ده حتى كمان الزيتون اللي بيلف حوالين الازازه اخدته من هنا. واخر حاجه الخشبه المتعلقه ومكتوب عليها التكست اخدتها من الديزاين ده برضه. الفكرة كلها انك هتسرق افكار من اكتر من مصدر واحد وتحاول انك تدمج ما بينهم عشان تطلع بفكرة جديدة. اخر حاجة هي ان احيانا الفكرة هي اللي بتجيلك لوحدها، وغالبا الوقت اللي بتيجي فيه ده انت بتكون فاصل خالص ومش محتاج افكار. فنصيحة، اي فكرة تجيلك ابدأ انك اكتبها، او اكتب اي حاجة تفكرك بيها في النوتس عندك على الموبايل مثلا. وده علشان لما تحتاج افكار بعد كده يكون عندك ستوك كفاية متحتاجش انك تدور. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ولو انت عندك فكرة زيادة عن الفيديو ممكن تشاركها معانا في الكومنتات عشان الكل يستفيد. وما تنساش لو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب. اشوفك الفيديو الجاي، سلام.